السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان حياكم الله، نتمنى أنه تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. يعني الفيديو ديال هذا النهار إن شاء الله كما شفتوا في العنوان غنجاوب على كاع الأسئلة اللي سولتوني. يعني من قبل يعني كما غتعرفوا يعني كنت درت واحد الفيديو قلت لكم يعني سولوني أي سؤال وغنجاوبكم في فيديو جاي إن شاء الله. يعني وصلت الوقت فاش غنجاوبكم الأسئلة اللي سولتوني، ونتمنى إن شاء الله يعني نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون فيتكم، ويعني نكون كنقدم لكم شي حاجه كتستافدوا منها. بقاو معايا باش ندوزو للاسئله ان شاء الله. اذا الاخوان يعني الاسئله هما معايا هنا في التليفون. واول سؤال يعني سولني جيمر ار بي. السؤال يعني ما هي الطريقه الصحيحه لضرب الهايكيك في الراس؟ يعني الطريقه الصحيحه اللي غنقول لك اخويا، يعني خاصك اول حاجه خاصك لاسوبليس. يعني الا كان عندك لاسوبليس الهايكيك يعني غتوصل للراس. ما عندكش لاسوبليس يعني كننصحك انك تخدم لاسوبليس ديالك مزيان. والا ما عرفتيش كيفاش يعني من قبل كنت ديجا درت واحد الفيديو على كيفاش انه تخدم لاسوبليس ديالك مزيان وتحل كرونتيكال او لا فاسيال. يعني كننصحك انك تمشي تقلب في القناه غتلقى واحد الفيديو كيفاش تخدم لاسوبليس. تحية ليك خويا والله يوفقك. السؤال الثاني دون ايوب سولني واحد السؤال: اخي خالد، انا فيا 170 في الطول، البوا مناسب ليا اللي نولي نلعب فيه؟ وشكرا بزاف، تحية لك من قنيطرة. شكرا لك خويا دون ايوب، وتحية للناس قنيطرة تاهما. بالنسبه للطول ديالك يعني 170، كننصحك انك يعني البوا يعني والوزن المناسب ليك باش انك تلعب فيه، كننصحك انك تشد 71 غيكون وزن مناسب لك. ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والله يوفقك خويا دون ايوب. السؤال الاخر نور الدين مغلاو: انا عندي مشكل تاع الهايكيك باليسر، ومن فضلك طريقه التسخين وفتح الحوض، وشكرا اخي ربي يوفقك. الله يحفظك خويا نور الدين. يعني بالنسبه لهذا السؤال يعني سولتيني الطريقه ديال التسخين وفتح الحوض، هذا السؤال هذا يعني ديجا توا يعني تمشي تقلب في الفيديوهات القدام في القناه غتلقى كيفاش انك ممكن تخدم لا سوبليس وكيفاش انك تسخن وتحل كرونتيكال او فاسيال. يعني الله يوفقك خويا نور الدين، وتحياتي ليك انت، شكرا. السؤال الاخر خويا خالد يعني محمد، السؤال ديال محمد سينادشكي. خويا خالد اقترح عليا ريجيم مليح عليا، يعني الطول تاعي 180 وميزان تاعي 88 ونتريني كيك بوكسينغ من الجزائر. شكرا لك خويا وتحية ليك وتحية للناس الجزائر. يعني ريجيم يكون مزيان. يعني كنصحك خويا محمد انه باغي تنقص، اذا كنتي باغي تنقص كنصحك انك تنقص الكربوهيدرات وكثر من الفواكه والخضر وتريني مزيان، وان شاء الله يكون عندك ميزان مليح. تبارك الله عليك والله يوفقك خويا محمد. السؤال الموالي يعني حاتم رامي: شنو هو الفرق بين المواي تاي والتاي بوكسينغ؟ يعني هذا السؤال كيجيني بزاف. يعني السؤال يعني اش غنقول لكم، يعني اش غنقول لك اخويا، يعني هاد التسميات يعني جوج تسميات لنفس الرياضه. يعني المواي تاي باللغه التايلانديه والتاي بوكسينغ باللغه الانجليزيه، يعني نفس السميات. يعني هذه نفس الرياضه والسميات تختلفوا من البلد للبلد. السؤال الموالي دون ايوب: خويا خالد، ملي تنلعب شي بطوله تنعيا بزاف، كيفاش نزيد السفل وما نبقاش نعيا في الكومبا؟ شي بروغرام نزيد السفل، انا بوا ديالي 50. بالنسبه للعيا يعني العيا كيجي شي واحد يعني ما مبريباريش مزيان، ما استعدتيش مزيان، يعني نورمال انك تعيا وسط المباراه. باغي تزيد انك السفل وباغي تطور المستوى ديالك باش تصبر وسط المباراه، كنصحك بثلاثه د الحوايج باش تزيد السفل ديالك. كنصحك انك بثلاثه د الحوايج. اول حاجه خاصك تجري الجرا. بالنسبه للسفل باغي السفل خاصك تزيد ما بين 12 حتى ل 2 النهار، انا خاصك تجري. الحاجه الثانيه لي باول، خاصك تخدم لي باول مزيان وبالجد، خاصك تضرب بالجد في لي باول. حاجه الاخرى واللي مهمه تاهي خاصك تخدم يعني السبارينغ راه حتى هو مهم وكيولفك داك الجو ديال الكومبا. والله يوفقك خويا دون ايوب. بالنسبه للسؤال الموالي جولدن غوست: سلام خويا خالد، السؤال ديالي واش مسموح تشد وتبقى تضرب بكلينش في الكيك بوكسينغ؟ ومسير موفقه لك. الله يحفظك خويا جولدن غوست، شكرا لك. بالنسبه انك تشد كلينش في الكيك بوكسينغ وتبقى تضرب، اولا يعني لك الكيك بوكسينغ ما مسموحش انك تشد كلينش. الكلينش كان غير في المواي تاي فاش كاين الكلينش، اما الكيك بوكسينغ يعني ما مسموحش انك تشد كلينش.
سؤال آخر، منوعات دينية. يعني السؤال: هل الجيت كوندو فن متكامل بالنسبة للطراحات الأرضية؟ اش غنقول لك اخويا، يعني ما عنديش شي فكره على هذا الفن ديال الجيت كوندو، وما يمكنش اني نعطيك شي حاجه على واحد الفن، يعني ما متعمقش فيه وما عنديش فيه درايه مسبقه. الله يوفقك خويا، موصل موفق عليك. بالنسبه للسؤال الموالي، يعني واش مسموح انك تشد الرجل في الكيوان؟ يعني اش غنقول لك خويا، بالنسبه للكيوان يعني قريب المواي، ولكن كاينين شي اختلافات بسيطه. يعني بالنسبه باش انك تشد الرجل ما مسموحش في الكيوان، يعني هذه اللقطه هذه مسموحه غير في المواي فقط، فاش انك مسموح تشد الرجل. بالنسبه للسؤال الموالي حمزه، واش اخويا السمنه مناسبه في رياضه الفول كونتاكت؟ اش غنقول لك اخويا، يعني السمنه الا كنتي كتريني مزيان ومنضبط في التمارين ديالك والماكله ديالك نقيه، السمنه ما غتبقاش. اما بالنسبه يعني الا كنتي باغي تلعب البوالور راه مزيان، يعني كاين عاوتاني كاين الميزان الثقيل 91 كيلوغرام وما فوق 91 كيلوغرام، ولكن خاص تكون عندك الطوله مزيانه. ندوزو للسؤال الموالي. خالد بن خويا خالد، الله يحفظك، شي بروغرام تنصحني به نتبعه في الدار؟ بغيت نطلع نيفو، انا تنخدم غير في الدار، تنخدم فيديوهات ديالك ونبقى نتبع معك. عندي مشكل في لاكارد، مازال ما تنقدش لاكارد مزيان. خويا خالد بين، اولا كنحييك، يعني كتخدم بوحدك غير في الدار، يعني اولا عندك اراده مزيان، برافو عليك، كمل. بالنسبه يعني لاكارد ما كتقادش لاكارد مزيان، يعني كنصحك انك تمشي للفيديوهات القدام، يعني كنت ديجا درت واحد الفيديو على لاكارد كيفاش انك تقاد لاكارد ديالك مزيان وتخدمها مزيان. كنصحك انك تمشي تدخل القناه وتقلب على هذا الفيديو هذا، غيفيدك ان شاء الله. ندوزو للسؤال الموالي. بالنسبه للسؤال الموالي حمزه، واش اخويا السمنه مناسبه في رياضه الفول كونتاكت؟ اش غنقول لك اخويا، يعني السمنه الا كنتي كتريني مزيان ومنضبط في التمارين ديالك والماكله ديالك نقيه، السمنه ما غتبقاش. اما بالنسبه يعني الا كنتي باغي تلعب البوالور راه مزيان، يعني كاين عاوتاني كاين الميزان الثقيل 91 كيلوغرام وما فوق 91 كيلوغرام، ولكن خاص تكون عندك الطوله مزيانه. ندوزو للسؤال الموالي. خالد بن خويا خالد، الله يحفظك، شي بروغرام تنصحني به نتبعه في الدار؟ بغيت نطلع نيفو، انا تنخدم غير في الدار، تنخدم فيديوهات ديالك ونبقى نتبع معك. عندي مشكل في لاكارد، مازال ما تنقدش لاكارد مزيان. خويا خالد بين، اولا كنحييك، يعني كتخدم بوحدك غير في الدار، يعني اولا عندك اراده مزيان، برافو عليك، كمل. بالنسبه يعني لاكارد ما كتقادش لاكارد مزيان، يعني كنصحك انك تمشي للفيديوهات القدام، يعني كنت ديجا درت واحد الفيديو على لاكارد كيفاش انك تقاد لاكارد ديالك مزيان وتخدمها مزيان. كنصحك انك تمشي تدخل القناه وتقلب على هذا الفيديو هذا، غيفيدك ان شاء الله. ندوزو للسؤال الموالي، يعني ندوزو للسؤال اللي تابعو. خويا خالد، كيفاش تعمر رجلين باش نضرب ضربه قويه؟ اخويا بورتال جيمز، يعني كيفاش انك تعمر رجليك؟ اولا كنصحك انك تخدم السكوات مزيان، السكوات ضروري خاصك تخدمهم مزيان مباشره من بعدها الضرب، يعني تبقى تضرب في الساك اولا لي باول، خاصك تضرب بالجد وتكثر من الضربات، يعني حاول انك تكثر من الضربات وتضرب بالجد، وان شاء الله توصل للمبتغى ديالك ان شاء الله. ندوزو ان شاء الله للسؤال اللي بعدو. منير الاسعدي، ما كرهتش خويا المرضي دير شي دروس حصص ملاكمه ولا دير فيديو فيه كاع اللكمات وكيفاش تنفي ديرها وحتى الركلات بالرجل؟ جزاك الله خيرا. شكرا اخويا ومرحبا. يعني بالنسبه للسؤال ديالك، يعني ديجا عاوتاني خاصك انت تمشي تقلب في القناه، ديجا درت واحد الفيديو يعني كديو على هذا السؤال اللي عطيتيني، شنو هما الضربات ديال لابوكس وكيفاش انك خاصك تخدم اللابوكس مزيان. كنصحك انك تمشي تقلب على هذا الفيديو، راه كاين في القناه ديالي، بغيت تلقاه في الفيديوهات القدام وان شاء الله ينفعك. ندوزو ان شاء الله للسؤال اللي تابعو. قيس، السلام اخويا، كاين شي بروغرام باش نزيد 5 كيلوغرام في الشهر بالتوفيق؟ خويا خالد متابع من اكادير، مرحبا بك خويا ومرحبا بالناس اكادير. بالنسبه باش تزيد 5 كيلو في الشهر، ممكن اخويا، ممكن تزيد 5 كيلو، ممكن تزيد اكثر، ولكن خاص انك
تعرف اشنو خاصك يعني تدخل في الماكله ديالك. بالنسبه الا باغي تزيد كنصحك انك تدخل الكاربس بزاف، خصوصا من بعد لونطريمون. موجود بزاف بطاطا مسلوقه، مكرونيه، يعني النشويات بصفه عامه، والشوفان، هادو راه مزيانين اللي كانك تدخلهم مباشره من بعد لونطريمون. وخويا بالتوفيق لك انت، الله يوفقك. وندوزو للسؤال اللي تابعه ان شاء الله من الاخت جميله جيجي. خويا خالد تحيه لك، وان شاء الله المرتبه الاولى ان شاء الله اختي جميله، الله يحفظك. السؤال ديالي، الضربه ديال بايت كيك وساي كيك مسموح نستعملوها في الفول كونتاكت او غير في الطاي بوكسينغ؟ لا اختي، هاد الحركات مسموح انك تستعملهم لا في فول كيك او طاي بوكسينغ، بشرط انك تستعملهم يعني في المناطق اللي مسموح انك تضربي فيهم. من الطموحات القادمه الخاصه بالقناه من الاخ حسن شاكر. اش غنقول لك خويا حسن، يعني الطموحات كاينين بزاف ديال الطموحات، واللي من بينهم ان يعني نوصلوا لاكبر عدد ممكن من المتابعين. يعني ما غاديش نقول لك 100 200 500 ألف، وإنما غنقول لك مليون مشترك إن شاء الله. علاش لا، نقدروا نوصلوا ليها. وندوزو للسؤال الموالي من محمد جمال. ممكن تعليم ضربة الركل في كيس الرمل؟ يعني اش غنقول لك خويا، يعني بالنسبة إلا كنتي مبتدئ كنصحك أنك تستعمل واحد الساك أو تعمره بالنجارة. هذه الا كنتي مبتدئ. بالنسبه للمستوى ديالك متقدم واحد شويه، تاخذ داك الصاك، يعني تاخذ صاك تعمرو بحوايج قدام، يعني حوايج قدام عاد تيكونوا ثقال على النجاره، وتيكون الصاك قاصحه واحد شويه. اما بالنسبه الى كان المستوى ديالك طالع بزاف، ممكن انك تعمرو بالرمله وتخدم فيه. السؤال الموالي من ايوب راي. السلام خويا خالد، شحال لاج ديالك ومن فوقاش بديتي تريني، وكيفاش نقدر نتعلم الروند كيك بوحدي؟ بون كوراج. بون الله يحفظك خويا ايوب راي. بالنسبه يعني امتى بديت؟ يعني بديت 2009 فاش بديت هذه الرياضه هذه. وكيفاش تقدر انك تتعلم الروند كيك؟ يعني هذا سهل، الراوند كيك تعلم سهل انك باش تتعلم الراوند كيك. وكنصحك انك تمشي تقلب في الفيديوهات اللي قدام تتفرج فيهم، وان شاء الله غادي ينفعوك. السلام خويا خالد، مع اقتراب البطوله الوطنيه للمواي تاي انا كنوجد ليها الميزان ديالي 71 كيلو، وبغيت نزيد نقص، لكن قال لي الاستاذ غادي تقلل عندك لا فورس في هذه المده قصيره بزاف. صحيح، يعني هاد الهضره اللي قال لك الاستاذ ديالك اخويا صحيحه، وهذا هو المشكل اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الدراري. يعني كيبقاو تتبقى ديك شهر 20 يوم عاد كيقلبوا انهم يبريبيريو مزيان ويبداو ينقصوا من الميزان. يعني وهنا يعني فاش المده القصيره لا فورس عاد تنقص، يعني الميزان طيح من الميزان ديالك، ولكن المشكل اللي غتوقع فيه ان لا فورس ما غتبقاش عندك. انت لاعب، ولكن الجدل ما غاديش كون على الاقل الجدل ما غاديش يكون. البريباراسيون اخويا تبدا 3 شهور قبل، يعني ديك الساعه تتبدا طالع شويه بشويه وتشد الميزان ديالك. والماكله خاصك تاكل مزيان باش لا فورس ما تمشيش لك، يعني خاصك تعوض فاش تري، خاصك تعوض بالماكله باش لا فورس ما تمشيش لك. الميزان راه تيتشد شهرين ولا 3 شهور قبل شي كومبا. وبون كوراج ليك خويا يوسف البوالي، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق في هذه البطوله ديال المواطاي، بالنجاح ان شاء الله. ندوزو للسؤال اللي تابعوه ان شاء الله. خويا شنو كيسبب السهر بالليل؟ يعني كنسهر بزاف وهكاك كنمشي نتريني وكندوخ في لاصال، كتوقع شي حاجه خايبه. خويا يعني كنصحك الا كنتي كتريني، اهم حاجه من بعد لونطريمون خاصك ترتاح. الراحه راه مهمه، يعني الا ما ارتحيتيش ومشيتي عاوتاني لونطريمون هنا تعديتي على راسك وتعديتي على الكور ديالك، يعني ما كتستافد والو. يعني خاصك ترتاح باش الكور ديالك يتجاوب معك وتا هو يعني يعطي نتيجه. الا ما كايناش الراحه يعني كتعيي راسك في والو. نتمنى انك تسمع هذا السؤال، هذه النصيحه هذه ودير بها. يعني الصغير راه ما خدامش لك، سورتو لواحد اللي رياضي راه ما خدامش انه يسهر. الماكله ديالك نقي الماكله ديالك، والراحه راه مهمه. والله يوفقك خويا حميد جي ان دي، بالتوفيق لك. السؤال اللي تابعوه ثاني ان شاء الله ياسين كادور، باغي نبين الابس الله يرحم بها الوالدين. اخويا ياسين اش غنقول لك، يعني ما كاينش شي طريقه سحريه يعني نقولها لك ديرها في البلاصه يبانوا عندك لي زاب. يعني لي زاب باغي تبينهم خاصك انك تقاتل عليهم وتخدم مزيان وتصبر وتعيا وتطيح تنوض، يعني
باش لي زاب يبانوا عندك مزيان. خاصك تصبر وتخدم عليهم مزيان. الماكله ديالك حتى هي مهمه، خاصك تنقيها. بالنسبه يعني لاي واحد، يعني الاغلبيه ديال الناس كيسحب لهم باللي لونطريما هي كلشي. لا، هذا غلط. الماكله هي كلشي. الماكله ديالك خاصك تنقي الماكله ديالك، يعني الماكله تلعب الدور ديال 70%. يعني خاصك تنقي الماكله ديالك وتعرف شنو خاصك تدخل للكور ديالك. شكرا لعبد الواحد مسكيني وليد ضيف، يعني تحيه لك خويا وليد ضيف. يعني نتمنى ان شاء الله ليك مسيره موفقه انت في الفن ديالك وفي البطوله ديالك. نتمنى ان نشوفك في محافل دوليه. شكرا لك خويا وليد. سؤال اخر يعني من جوزيف دوري تي في. خويا بغيتك تشرح لنا فول كونتاكت مزيان وشي حركات فيه. يعني خويا الا مش تقلبتي في الفيديوهات القدام ديال القناه غتلقى اني هضرت على الفول كونتاكت، يعني فين ظهرها شكون هو المؤسس ديالها، متى دخلت للمغرب، وبزاف الحاجات على الفول كونتاكت. وبالنسبه للحركات يعني تا هما ديجا درت واحد الفيديو خاص بجميع الحركات ديال الفول كونتاكت، كنصحك انك تمشي تتفرج فيهم وان شاء الله يفيدوك. برافو عليك خويا خالد. كنحييك تحيه رياضيه 100% من مكناس، وكنتمنى لك توجور النجاح والتوفيق. شكرا لك خويا، وشكرا تحياتي لك وتحيه للناس مكناس. الاخت استسمح الاخت بوشي بشرى، استسمح قال لك خويا، يعني هذا الميساج ديال بوشي بشرى. شكرا لك اختي بشرى، وتحيه لك وتحيه للناس مكناس. شكرا لكم وتحياتي لك تنتيا. نزول السؤال الثاني. خالد كيفاش تقصح الفخذ باش ما تقصحش بلي لاوكيك؟ بالنسبه لاخويا يعني باش تقصح الفخذ ديالك كنصحك انك تخدم يعني السكوات مزيان. خاصك تخدم السكوات وبكاع لي بوزيسيون باش الفخذ ديالك يكونوا عامرين من كاع الجواي. خاصك تخدم السكوات مزيان. وبالنسبه يعني اللاوكيك، يعني الا جاوك لاوكيك كنصحك انك رجلك ما تطلعش من الطابي، خاصك رجلك توقف عليها وتقصح الفخذ ديالك، وان شاء الله ما غادي يوقع لك حتى شي حاجه خايبه. سؤال من سامي. خويا خالد مثلا واحد يدرب كل يوم او 4 مرات في الاسبوع ويعاني من قله الاكل الجيد، ما هي النصيحه اللي تنصحوا بها؟ خويا الا كنتي كتريني يوميا اولا 4 المرات في السيمانه مزيان ليك، ولكن هذه راه مهمه. خاصك عاوتاني البروغرام ديال الماكله، خاصك تقاد البروغرام ديال الماكله وتاكل وتنقي الماكله ديالك. الماكله راه مهمه خويا باش ما توقعش في مشاكل اخرى. يعني خاصك تعوض بالماكله، والماكله راه مهمه خويا سامي، والله يوفقك. برافو عليك. خويا عمر باخاده. خويا خالد كيفاش نحيد الدخاء في الكومبا؟ يعني الدخاء خويا يعني الا تشديت يعني بشي ضربه وسط المباراه هنا خاصك تكون ذكي. يعني هذا الشيء دابا غنقول لك من الحريميات ديال الرياضه هذه. يعني الا جاتك شي ضربه يعني وحسيتي بالدوخه كتوقف، تتحس بدوخه، تهبط، يعني تدير بحال كتقاد البروتيج ديال الرجلين. من بعد عاوتاني كتوقف، تزيد واحد 2 خطوات لقدام، تتحاول انك تطيح بروتيج دون. هنا كتحاول انك تستريح. فاش تطيح بروتيج دون كتستريح، وتحاول انك ترجع النيفو ديالك. اذا الاخوان انا كنسال هذا الفيديو هذا يعني، وهادو هما الاسئله اللي جاوني بزاف. نتمنى ان شاء الله نكون جاوبت على كل شيء، ونكون فيدتكم وجاوبت على الاسئله ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. تحياتي لكم، بسلامه.